بدأت يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري أول مراحل الاستنطاق التفصيلي في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا بالبيضاء، مع المتهمين الثلاثة في مقتله وفاء أرملة مرداس وعشيقها هشام مشتري وشقيقته العرافة. ولأن الكثير من متتبعي هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني يتساءلون عن العقوبة التي يمكن أن تنالها أرملة مرداس لكونها ساهمت في الإجهاز على زوجها وأبي أطفالها الثلاثة، لمحامي إسحاق شاريا يرى أن العقوبة التي يمكن أن تنالها وفاء هي الإعدام. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لتصلك فيديوهات جديدة. اضغط على زر أبوني الموجود في الأسفل للاشتراك.